لو انت من الناس اللي بتلعب كورة على ارضيات ترتان وبتعاني من مشاكل في المفاصل زي الكاحل والركبة والام الحوض والام اسفل الظهر، فمهم جدا انك تشوف الفيديو ده. في سنة 22 اتعملت دراسة على لاعبي الامريكان فوتبول عشان يشوفوا الفرق بين تأثيرات اللعب على ملاعب النجيل الصناعي او الترتان مقارنة بالنجيل الطبيعي، ويشوفوا اثر ده على الاصابات الرياضية، والنتيجة كانت صادمة. الدراسة لقت إن اللعب على ملاعب النجيل الصناعي بيزود إصابات الأربطة والغضاريف بنسبة 27%. يعني احتمال تعرضك لقطع في الرباط الصليبي أو إصابة في الرباط الصليبي بتزيد بنسبة 27% لما تلعب على ملعب ترتان. مش بس كده، لقوا كمان إن الإصابات العضلية اللي بتاخد أكتر من أسبوع للعلاج زي الشد والمزق بتزيد بنسبة 65%. فمش غريبة انك كل اسبوع عندك مزق في الضمة، لا مزق في الخلفية، لا مزق في الامامية، لا رجلك شد عليك. احنا هنا بنتكلم على ملاعب الامريكان فوتبول، ملاعب مطابقة لمواصفات قياسية امريكية، مش ملاعب النجيل والترتان اللي احنا بنلعب عليها هنا. شوف انت بقى الفرق. المشكلة في الترتان او في النجيلة الصناعية ان هي ما بتعملش حاجة بنسميها الديفوت، اللي هو لما انت بتجري على نجيل طبيعي رجلك بتغطس في قلب النجيل، وده بيقلل رد فعل الارض على حركة جسمك. الكلام ده ما بيحصلش تماما في الارضيات الصناعية، بالعكس الترتان او المطاط اللي محطوط بيزود رد الفعل، ومع الحركة المستمرة ده بيشكل ضغط جامد جدا على الاوتار وعلى الانسجة. كمان الارضية الهارد الناشفة دي بتخلي فيه تحديات قوية جدا على اوتار الرجل انها تثبت الركبة مع تغيير الوضع المستمر اثناء لعب الكورة. عشان كده بنشوف التواءات كحل كتير، مشاكل في غضروف الركبة، بنشوف رباط صليبي بنسب ما كناش بنشوفها قبل كده، وبقينا نسمع عن ناس عندها 13 سنة و14 سنة عنده غضروف وعنده رباط صليبي، وكل ده الترتان له دور كبير جدا فيه. هتقولي طب ونلعب فين يا دكتور؟ يعني ما نلعبش؟ لا يا سيدي العب، بس لو انت بتلعب لازم تاخد بالك من الحاجات اللي هقولك عليها دي. اول حاجة ما تلعبش اكتر من مرتين في الاسبوع، لازم تدي فرصة لجسمك انه يسترخي والعضلات والانسجة بتاعتك ان يحصل لها استشفاء مناسب. تاني حاجة ما تلعبش على الترتان بحذاء فيه استادز مخصص للعب على نجيلة طبيعي، اما تجيب حذاء مخصص للعب على الترتان او انك تلعب بحذاء ما يكونش فيه استادز بس يكون فيه درجة خشونة من تحت. تالت حاجة واهم حاجة واللي بنركز عليها لكل الناس، الاطالات. اوعى تلعب بدون ما تطول وتسخن جسمك كويس جدا. ممارسة التسخين قبل اللعب بيقلل نسب الاصابة بدرجة كبيرة جدا. لعب الكورة مهم وكلنا بنحب نلعب كورة، بس خد بالك من الاصابات يا وحش.